عبيله واديله، صلي على الحبيب. بصوا الفيديو دوت لاهالي زفته ومتغمر. انا النهارده عند حضرموت الحريه في زفته اللي هم حرروا الانجليز. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا نقول لكم التجربه بتاعتنا من حضرموت الحريه. يلا بينا. تعالوا اقول لك ازاي تاخد الصينيه الجامده ديت من حضرموت الحريه في زفته ب 150 جنيه انت واثنين من اصحابك. يلا بينا. عندنا هنا 3 ارباع فراخ، وعندنا هنا 6 ممبار، وعندنا 6 سمبوسه بالجبنه الموتزاريلا اللي سايحه يا دوب، سايحه على قلبه، وعندنا هنا 3 سجق، وعندنا 3 قطع كفته، وعندنا 3 اطباق رز. يعني يعتبر على الصينيه 3 اطباق رز 4 اطباق رز حوالي تقريبا. بص الممبار، تعرف الممبار بقى بلدي ولا لا من ايه ولا الخلطه بتاعته بقى؟ بص صلي على النبي. بص الممبار من جوه عامل ازاي. هقول لك بقى ازاي تعرف الفراخ البلدي من المستورد. شايف اللحم الابيض ده اللي عنده من ده كداب؟ عبيله واديله، صلي على الحبيب. بص اللحم الابيض. شايف السجق عندهم بلدي ازاي؟ اقسم بالله يشهد عليا الله هم اللي عاملينه. يا خرابي يا عرابي. السمبوسه عندهم من كتر ما قرمشتها الواحد هيتجنن عليها، تضرب في النافوخ. يا خرابي يا عرابي. الرز عندهم ما شاء الله الله اكبر، والزبيب حاجه مختلفه. ده يتاكل كده بقى، تاخد شويه طحينه واديله يوكل. بالصلاه على النبي الله اكبر. شايف الفراخ عامله ازاي؟ بالخمس. صلي على الحبيب. العشاق السبايسي بقى الدقوس عنهم بقى حراق نار، ضرب نار. ودي كانت تجربتنا في حضرموت الحريه في زفته في شارع الجيش امام الساحه الشعبيه امام مجلس المدينه. وما تنسوش اللي حضرموت بيوصل لكل القرى وكل اهالي زفته ومتغمر. واستنوني المكان جديد وفيديو جديد. وصلي على الحبيب.